ورحمة الله وبركاته. ازيكم في فيديو جديد ان شاء الله. هنكمل الكورس اللي احنا بدأناه. في اخر فيديو كنا عرفنا يعني ايه برمجة وازاي الكمبيوتر بيعرف يكلم الانسان العادي، او ازاي انت بتعرف تكلم الكمبيوتر مع انه مش بيفهم اللغة بتاعتك، هو بيفهم لغة الزيرو والون بس. فعرفنا انه هو من خلال حاجة معينة اسمها كومبايلر، ان هو بيقدر يفهم. كومبايلر هو ده المترجم، ان هو بيقدر يفهم اللغة بتاعتك او لغة البرمجة اللي هي بقت شبيهة جدا بلغة الانسان، زي لغة بايثون مثلا. ازاي ان هو الكمبيوتر بيفهمها مع انه ولا بيفهم اللغة بتاعتك ولا بيفهم برضو لغة البرمجة. من خلال وسيط الكومبايلر ده بيقدر ان هو يحول لغة البرمجة اللي انت بتكتب بيها، بيحولها لزيرو وان ويفهمها، وده كله طبعا في اجزاء من الثانية. طب دلوقتي احنا عرفنا ايه الحاجة اللي بتترجم، اللي هو الكومبايلر. طب ازاي الكومبايلر ده موجود فين اصلا؟ موجود على برنامج ايه؟ او احنا هنكتب البرمجة على برنامج ايه؟ او ازاي البرامج اللي هي بتكتب عليها البرمجة بقت سهلة جدا مقارنة مثلا بزمان. احنا عاوزين نشرح حاجة اسمها IDE، وهي بيئة التطوير المتكاملة اللي مبنية عليها كل التطبيقات بتاعة البرمجة، زي مثلا فيجوال ستوديو كود أو سي شارب أو برامج بايثون بتاع الأكواد، أو حتى محررات الأكواد الأونلاين اللي هي بتبقى على جوجل برضو مبنية ازاي. انت عرفنا في الفيديو اللي فات ان انت عاوز تكلم الكمبيوتر، فبتكلمه من خلال لغة برمجة. طب هتكتب في لغة البرمجة دي زمان، او ممكن تستخدمها دلوقتي، ولكن هي طبعا يعني صعبة جدا دلوقتي. تفتح نوت بوك او وورد او اي نوت على الكمبيوتر بتاعك او الجهاز بتاعك، وتبدأ انك تكتب عليها اكواد. مالكش دعوة بالاكواد دي دلوقتي، مش لازم تفهمها، بس شوف منظرها كلها شبه بعض. مش عارف فتحة القوس ده من قفلة القوس ده، مش عارف أي حاجة، وده سطر لوحديه وده سطر لوحديه وده سطر، مش مرتبطين ببعض، كله نفس اللون. صعب جدا يعني. في البرمجة طبعا هنعرف بعد كده إن أنت لو نسيت حرف واحد أو جزء واحد من السنتاج بتاع البرمجة، التعليمات الكتابية بتاعة البرمجة، فده كله هيبقى غلط. وبرنامج زي النوت بوك أو الوورد مش هيطلع لك الخطأ ده فين. فأنت مثلا لو عندك برنامج كبير من 1000 سطر، هتفضل تألف في ال1000 سطر عبل ما تلاقي الإيرور بتاعك، الكتابة اللي أنت ناسيها مثلا لو ناسي حاجة. فده طبعا ما ينفعش خالص دلوقتي. يعني المفروض إن إحنا بنتطور كل شوية، وبنطلع ذكاء اصطناعي وحاجات، ويبقى نكتب برمجة بالشكل ده المعقد جدا ده. فجت بقى حاجة اسمها IDE، بيئات التطوير المتكاملة Integrated Development Environment. هنعمل مقارنة بسيطة، المقارنة هي اللي توضح لك. طب هل ده برنامج؟ لا، مش برنامج، هو بيئة تطوير بتبقى مزروعة جوه البرامج بتاع البرمجة ذات نفسه. هنا ده المحرر اللي احنا كنا بنكتب عليه زمان، عامل ازاي؟ كلها كتابة حرفيا انت مش شايفها اصلا. هنا لو عملنا مثلا زوم شوي، فانت بتلاقي كل حاجة ملونة، كل حاجة شكلها جميل، الخطوط واضحة، الكلمات لها الفانكشن بلون، الاف بلون، الريتيرن بلون، كل حاجة بلون، وكل حاجة في سطر مترقمة بشكل جميل. ولو كتبت ايرور فهو بيطلع لك الايرور ده. يعني هو الاي دي اي ده بيطلع لك ايه؟ اول مهمة كشف الاخطاء، تنظيم المشاريع، هنشوف كمان شوية في فولدر. وفي حاجة كمان السحر بتاع اللي هو الإكمال التلقائي. يعني أنت لو كتبت كلمة، لو جينا اسمها وكتبت حرف الإف، هيجيب لك فانكشن تقدر إن أنت تدوس عليها وتتكتب تلقائي من غير ما تكتب الكلمة كلها.
وتصحيح الأخطاء اللي احنا عليه الايرور لما بتنسى حاجة أو بيبقى فيه سطر فيه خطأ معين، فبالتالي بيبقى معلم لك، جايب لك قصاد السطر ده كده في نقطة حمراء. وإن شاء الله كل ده هنعرفه خلال الكورس لما نبدأ إن احنا نكتب برمجة إن شاء الله من الفيديو الجاي. فأنت بقى لازم تشترك عشان تسمع كل الفيديوهات عشان كل حاجة مرتبطة ببعض. أول حاجة الإكمال التلقائي، زي ما قلت لك لو جيت تكتب فانكشن فهي بتكتب لك تلقائي لوحديها. والميزة دي يعني كمان مش في الكتابة العادية، في حاجة هناخدها مكتبات معينة، فأنت بتكتب المكتبات فبتطلع لك كل الفانكشن اللي فيها وتقدر إن أنت تختار منهم. فده طبعا بيوفر وقت كبير جدا في الكتابة وبيقلل الأخطاء الإملائية في الكود، وده بيعتبر من أكبر المسببات للمشاكل، فده حل المشاكل دي كلها. تاني حاجة اللي هو التايم ايرور، ده من أنواع الايرور زي السنتاكس ايرور. السنتاك ايرور فأنت لو كتبت حاجة غلط بيجيب لك تحتيها خط أحمر. شوف بقى لو كاتب 1000 خط فأنت في ثانية واحدة هتعرف الايرور بتاعك فين والخطأ فين وتقدر إن أنت تصلحه. وده بيساعدك جدا بقى إن أنت تكتشف الأخطاء قبل ما تطلق البرنامج بتاعك أو الويب سايت بتاعك للإنترنت للعامة يعني. تالت حاجة المساعدة على تصحيح الأخطاء، الديباج. الديباج ده بيبقى مش لازم الايرور يبقى مثلا حاجة في السنتاك إن أنت كاتب حاجة غلط، ممكن يبقى لوجيك إن أنت في المنطق بتاعك كتابتك للكود بيبقى فيه حاجات، يعني مثلا أنت عاوز تقسم 1 أو 10 مثلا على الزيرو، أنت كاتبها صح لكن هل منطقيا لأ، أي حاجة بتتقسم على الزيرو غير معرفة أصلا، فالبرنامج بيطلع لك بقى سنتاك ايرور إن ده حاجة غلط، أو لوجيك ايرور أقصد إن ده ما ينفعش. وده بيساعدك جدا في تقليل الديباج اللي بيحصل. رابع حاجة وهي إدارة وتنظيم الملفات، ودي من أهم المميزات، كلهم مهمين بصراحة. فإن أنت بتقسم البروجكت بتاعك، مثلا لو هنشتغل فرونت إند وباك إند، فالفرونت إند بيبقى لوحديه والباك إند لوحديه والإي بي أي لوحديه، فأنت تحصل أي مشكلة مش هتروح بقى تدور في الفولدر كلها. لو مثلا في مشكلة في الفولدر ده فأنت بتدخل على ال HTML وبتدخل تلاقي مظلل لك أو موضح لك السطر اللي فيه ايرور، وتقدر إن أنت تصلحه بكل بساطة وبكل أريحية. يعني ال API أو ال IDE حل مشاكل كتيرة جدا كتيرة جدا. إن أنت قبل أصلا ما يبقى فيه برامج زي النوت بوك كانوا بدائيين بيكتبوا على ورق والورق يدخل للآلة والورق ده يبقى زي البطاقات المثقوبة كده، زي أكنك أعمى وكفيف وبتشوف بتحسس على الحروف حرفيا عشان تقدر إن أنت تقرأ اللي مكتوب. لكن ال IDE أصلا أنت بتكتب من قبل ما تكمل الجملة. ودي مقارنة بسيطة بقى، يعني محرر النصوص التلقائي أو اللي هو زي النوت بوك ووورد والحاجات دي وبيئة التطوير المتكاملة ال IDE. إن شاء الله في الفيديو الجاي، احنا كده خلصنا تعريف ال IDE وعرفنا أهم مميزاته. في الفيديو الجاي هنعمل مشروع بسيط بلغة بايثون، واحنا هنستخدم لغة بايثون في كل الكورس اللي جاي إن شاء الله لأنها أسهل لغة. وممكن الفيديو الجاي يبقى تعريف عن اللغة اللي احنا هنستخدمها اللي هي بايثون. وهنعمل مشروع بسيط إن أنت هتدخل كلمة سر، لو كلمة السر دي صح هيطلع لك رسالة إن هي صح، لو غلط هيطلع لك رسالة اللي هي خطأ. بس يعني مفيش أبسط من كده. وإن شاء الله يبقى استفدت وعرفت يعني إيه IDE، يعني إيه بيئة تطوير بتساعدك إزاي جوه محرر النصوص. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.